السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح موقع جروك، لأنه مش بس بيدي جودة كويسة، هو كمان مجاني أو إلى حد ما مجاني، لأن هو بيكون في عدد معين بنقدر نستخدمه في اليوم، وبعد كده بيقول انتظر كام ساعة عشان تقدر تستخدمه تاني. ده بالنسبة للفيديوهات والصور، مش للشات. طب إيه المميز في الموقع ده غير الشات؟ لأن تقريبا كل موديلز ال AI فيها شات ويعتبر إلى حد ما كويس أو قريبين من بعض بالنسبة للاستخدام اليومي. فالميزة فيه هنا هو الإيماجن، الصور والفيديوهات في الموقع، ودي نماذج للفيديوهات اللي اتعملت على الموقع، ومن هنا بتقدر إنك تعمل صورة أو تعمل فيديو. بالنسبة للصورة أنت ممكن تختار صورة وتبتدي إنك تعمل لها انيميشن بحيث إنك تحول الصورة لفيديو، أو إنك تعدل على الصورة نفسها تغير في الصورة حاجة، أو إنك تعمل فيديو مش من صورة. وبتقدر تختار الأبعاد بتاعة الفيديو على حسب المكان اللي هتنزله فيه وعلى حسب اللي محتاجه. في النسخة المجانية بيكون فيه 480 الجودة بتاعته ولمدة 6 ثواني. في النسخة المدفوعة بيكون لمدة 10 ثواني ويكون جودة 720. هي جودة إلى حد ما كويسة، خصوصا إن العدد اللي بيوفره من الفيديوهات في اليوم مش قليل. ومن النماذج الموجودة تقدر إنك تعدل على حاجة منهم، زي مثلا الفيديو ده جايب لك هنا الفيديو نفسه اللي هو معمول، تقدر إنك تعدل فيه بالشكل اللي محتاجه، أو إنك تجيب الصورة نفسها وتبدأ تعدل على الصورة من غير ما تعدل على الفيديو بعد الحركة، إنك تبدأ بفيديو جديد بحركة جديدة من خلال هنا. وعلشان تعرف كل الحاجات اللي ضفتها أو كل الصور والفيديوهات اللي عملتها تقدر تجيبها من الصورة دي اللي هي السيفت، طبعا بعد ما تسجل دخول في الموقع. وليكن مثلا الصورة دي أنا قُلت له إن هو يحرّكها من غير ما أدّي له أي كلام، هو ابتدى يحرّكها على طول بشكل عشوائي. ممكن إن أنا أبدأ أعدّل على الفيديو نفسه من هنا، أو إن أنا أعدّل على الصورة نفسها من هنا. والميزة في الموقع ده إن هو بيكون الجودة بتاعته كويسة جدًا، وفي نفس الوقت بيكون مدعوم بالصوت، يعني أنت تقدر تخلّي الشخصية تتكلم أو يكون في أي صوت عامةً زي الفيديو ده. بتقدر من خلال الوصف بتاعك إنك توضح له إن الفيديو هيكون عبارة عن إيه، والصوت اللي هيكون موجود صوت إيه. يا إما الموقع نفسه هيعمل الصوت على حسب طبيعة الفيديو، فده من خلاله تقدر تعدل في التصميم أو المنتج بتاعك، أو إنك تعمل حتى فيديو للمنتج بتاعك بحيث إنك تخليه يتحرك أو المنتج نفسه يتكلم، أو إنك تعرضه بشكل كويس بعد ما تخلصه بحيث إن هو يوضح الغرض من المنتج ده.